السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم محمد خالد. النهاردة هنتكلم عن درس ازاي نخرج نقاط من على البروفايل للسنتر والرايت والليفت. أول حاجة نعملها احنا معانا سطح NGL وسطح فينش ومحسوب كمياتهم ومعمول عليهم بروفايل. هنيجي أول حاجة نعملها نضغط على بوينت جريد بوينت، هنعدل على البوينت شوية، هنخلي كل حاجة اوتوماتيك هنا كده زي ما نعملها، وهنحدد الالاينمنت اللي هو محور الطريق او سنتر الطريق اللي انا رسمه في الاول، واديله اوكي. هنا بيقول انت عاوز تخرج الداتا ايه، ال NGL ولا الفينش. السيرفيس 1 ده اللي هو ال NGL، و2 ده اللي هو الفينش. انا عايز اقول له اخرج الداتا بتاعت ال NGL، اديله اوكي. اوكي. هنا بيقول لي الستيشن بيبدأ من 0، اقول له انتر. هنا بيقول لي النهاية 1557، اقول له انتر. هنا بيقول لي انت عاوز الاوفست السنتر ولا الرايت ولا الليفت. لو الرايت هضغط مثلا لو عندي 16.5 هضغط 16.5. لو الليفت سالب 16.5. طب لو السنتر هديله 0 واقول له اوكي. يقول لي اطلع لك الاستشانات كل 10 متر، اقول له لا كل 25 متر، اديله انتر. كده المناسيب خرجت معايا اهيت في السنتر. هلغي بقى دي كده. انا مطلع الرايت والليفت عشان وقت الفيديو. لازم احط السنتر ده في جروب. عشان احطه في جروب لازم الغي اي نقط قدام مني في الرايت واللي في الليفت، اي نقط ايا كانت. بوينت جروب، تمام. نفس النظام في الليفت، بوينت جروب، تمام. اوكي. طيب هدخل بقى على حاجه اسمها بوينت كريت بوينت جروب، هسميه سنتر، حرف السي اختصار. وهاجي هنا كده عشان احدد النقاط اللي انا عايز اعملها احطها في الجروب عندي. تمام كده، اقول له انتر. اوكي خلاص كده نزلت معايا اهي. لو جيت هنا بصيت السنتر اللي هو حرف السي، هظهر بقى كل حاجة انا كنت خافيها في البوينت جروب. هظهر الديفيجن، نفس النظام في الرايت. هظهر الاليفيجن. طيب اختصارا بس عشان نقطة الفيديو. طب انا معايا المناسيب دي، عايز اخرج مناسيب الفينش، اعمل ايه؟ هعمل زي اللي انا عملته دلوقتي؟ لا، هضغط كده على النقطة دي كده واقول له سيلكت. اول ما اعمل سيلكت بيجي لي هنا اليفيجن فروم سيرفيس. بيقول لي شوف انت عايز تطلع سيرفيس ايه، ال NGL دلوقتي تظهره ولا ال الداتا ولا الفينش. قول له انا عايزك تظهر لي الفينش، وهديله اوكي. بيقول لي الكل، اقول له هعلم هنا كده واقول له الكل. كده اتغيرت معايا، هي كانت 22 بقت 19. تمام. وممكن اخرج بقى النقط دي سواء الفينش او NGL، اخرجها من حاجه اسمها تول بوكس. ايه الخطوه بقى اللي بعد كده؟ انا المناسيب ال NGL دي عايز اوطيها 50 سم او اعليها 50 سم، او مناسيب الفينش عايز اوطيها 50 سم او اعليها 50 سم. هعمل ايه؟ هقفل دي كده، البوينت دي، هفتح السيرفيس وال NGL دي اللي انا عايز اوطيها 50 سم، هضغط عليها، هحدد سيلكت. اول ما اعمل سيلكت لل NGL هلاقي حاجه اسمها edit surface، هضغط عليها من هنا كده. لو ضغطت عليها كده بيقول لي هل انت عايز تعلي 50 سنتي ولا توطي 50 سنتي. هقول له بوينت 50 يبقى كده بعلي، سالب يبقى بوطي، سالب بوينت 50 وادوله انتر. تمام كده طالع ال NGL نزل معايا 50 سنتي، بس هو على الشاشة زي ما هي. طب اعمل ايه؟ هضغط هنا، لو جيت على البروفايل هنا هلاقيه نزل فعلا ال 50 سنتي بتاعت ال NGL، لكن هي على الشاشة متسجلة زي ما هي على البروفايل نفسه. هعمل ايه؟ هعمل سيلكت، هعمل سيلكت عادي. تمام.
واليفيجن فروم سيرفيس، وهنا هقول له والله ال NGL اظهرهولي تاني، وبيقول لي الكل، هقول له اه. كده نزلت معايا. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ انا عايز اخرج السنتر او الرايت والليفت في بروفايل تاني لوحده غير البروفايل ده. البروفايل ده بين الارض الطبيعية والفينش. تمام. لا، انا عايز البروفايل يطلع برايت وليفت على منسوب الارض الطبيعية. يعني عايز اطلع منسوب الارض الطبيعية في الرايت وفي الليفت. اعمل ايه؟ اول حاجة هعملها اختار بروفايل، اضغط هوم عادي واختار بروفايل، جريد سيرفيس بروفايل. هنا اختار ال NGL. هنا بيقول لي انت عاوز السنتر بعد قد ايه، الرايت بعد قد ايه. هقول له 16.5 زي عرض الطريق ما عندي، وادي له اد. والليفت هو 19.5 سالب 19.5، واختار هنا ال NGL وادي له اد. هدي له درو بروفايل. تمام. احط البروفايل هنا. طيب انا خرجت البروفايل. ال NGL ده اللي هو الرايت، والفاينل ده اللي هو الليفت. طب المناسيب واحد، اعمل ايه؟ هضغط هنا كده، احدد على دي، واختار بوينت بروبرتيز. هختار الباندا. هاجي هنا كده هختار 16، وهنا كده هختار 19 اللي هو الليفت، واديله اوكي. كده اتغيرت معايا اهيت من غير اي مشاكل. بص هنا 34.04 وهنا 33.14. انا برضو ممكن اعدل على ال NGL ده اخليه رايت، والفاينل ده اخليه ليفت. ممكن اعدل عليهم من هنا كده. اضغط على البروفايل، بروفايل فيو، هختار ال NGL. تمام. هعدل عليها. تمام. هضغط هنا كده، وهضغط هنا كده نوع الفورمات، وهحدد دي كده ل NGL، واختار فورمات. هخليها مثلا ليفت. ليفت LI. تمام. وهخليه لونها احمر، وهخليها دي كده. وده الستايل اللي انا بشتغل بيه دايما، اللي هو خط نوع الكتابة او نوع الخط. تمام. واديله اوكي. اوكي. اتغيرت معايا ليفت. تمام كده. وده يكون شرحنا خلص النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.